إذا تعلق الأمر بالمواعيد الكبرى. هنا يبدأ دور ال16 من كأس العالم للأندية بالنسبة للهلال بمواجهة دوكو والعرضية واصلة بالراس. احتجاج من عناصر الهلال بأنه ربما كانت فيها مخالفة، فالنزوية أكد على الهدف في اللقطة الماضية. شوف اللقطة من جديد، الكرة لصالح مانشستر سيتي، التوغل في منطقة وصلت إلى مرمى الهلال. هدف الأول لصالح مانشستر سيتي. لا شك بأن الهلال يعاني من غيابات كبيرة في طريق العالمية، الإصابات. كنسل متراجع، دوكو في مرور وتسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عدت الكرة لصالح الهلال عند ياسين بونو. دوكو ديولا، هذه كرة اللعب إلى منطقة الجزاء. الله يا بونو، الله يا بونو اللي يواصل على التعلق. حلوة وكأنه يلعب كرة عرضية بالراس لكنها تصل إلى خارج أرضية الملعب. ليوناردو والمشجع الهلالي يتحسر على ضياع من ليوناردو. لم تكن ضياعا، كانت تعجيلا لموعد أهم. الهلال يعود معه بهدف التعادل عن طريق ليوناردو. كل ما قالوا والمهمة انتهت، يرجع الزعيم يفتح الكتاب من جديد. النهاية اللي تضعها للزعيم منها يبدأ المشوار. الهلال الهلال يلوح في سماء أمريكا وفي سماء أورلاندو. مالكوم يسجل الثاني. الهلال العالمي يتقدم على السيتي بطل العالم. مالكوم يسجل الثاني للزعيم. لحظات للتاريخ أمام أنظار غوارديولا. مالكوم يقود الهلال للانتصار بالهدف الثاني في شباك السيتي بكرة مرتدة. شوف الكرة يسجل هدف التعادل. الهلال الذي احتفلنا معه كثيرا بتحول النتيجة في بداية شوط المباراة الثاني، الآن يجد نفسه أمام هالاند يقع بالتعادل بهدفين متتاليين. اثنين اصبحت النتيجه في المباراه. ملعوبه من روبن نيفيز الى منطقه الجزاء. الله، جول! كوليبالي يسجل الهدف الثاني. كوليبالي يقول للعالم الزعيم لا يهرب
الكبار بل يسقط الكبار هنا في وجه السيتي. الزعيم يكتب فصلا جديدا من حضور العالمي يرسمه العالمي إنزاغي وبرأس كوليبالي. الهلال عالمي. الأهداف ويفتح الطريق إلى ربع النهائي بل يفتح أبواب المنصة في كأس العالم للأندية. والكرة إلى شرقي يلعبها عرضية لمنطقة الجزاء. سجل هدف العودة فيل فودن، سجل هدف العودة لمانشستر سيتي. الثاني وسجل الهدف الثالث إنزاغي. وصلت عند سافيتش. يا ليوناردو يا ليوناردو يا ليوناردو.